عاشر: ماذا يفعل المبتلى بحزن لا يعرف سببه؟ لا حزن إلا أن يكون هنالك سبب. هذه وسوسة أو شعور به لكنه ليس صحيحا. الحزن لا بد له من سبب، ولأجل هذا مثل هذه الأحوال تنتاب الإنسان بين الوقت والآخر، وعليه أن يترفه بشيء من المباحات التي تبدد عنه هذا الشأن، أو أن يشغل نفسه بأعمال خيرية تنسيه مثل هذا الشعور، لأنه إن بقي على هذا الشعور فأخشى أن يكون مصاحبا له طيلة حياته، وأن يكون سببا مانعا يحول دون أن يعمل الأعمال الصالحة بسبب استيلاء مثل هذا الشعور عليه. لأجل هذا أنصحه بأن لا يبقى مع هذا الشعور مستسلما له، بل يغادره إلى شيء من الأعمال الصالحة التي تبدد عنه حزنه هذا أو حزنه الذي يشعر به، والله أعلم.